مباراة الأرسنال وتوتنهام. هجمة منظمة لصالح فريق الأرسنال، يتقدم يسيطر على الكرة لاعب إيزي رقم 10 من الأرسنال، ويتقدم إلى عمق منطقة الجزاء. وعند لحظة التسديد كان هناك آه، 3 لاعبين في موقف تسلل من فريق الأرسنال، إلا أن خط الرؤية بين حارس المرمى والكرة لم يكن محجوبا من قبل أي من اللاعبين المتواجدين في موقف التسلل، وبالتالي لا وجود تداخل مع حارس المرمى في لحظة تسديد الكرة التي كان يراها الحارس بشكل واضح وجلي. وتابع واستطاع حارس أن يتابع مسار الكرة دون أن يكون هناك أي انقطاع، دون أي محاولة آه، أو حركة ظاهرة من قبل لاعبين متواجدين في موقف التسلل للاعبي الكرة، أو المنافسة عليها، أو حجم خط الرؤية في أي في أي من تلك اللحظات. وبالتالي لا وجود لحالة تسلل، بمعنى لا يوجد تداخل بين اللاعبين المتواجدين في موقف التسلل وحارس المرمى، بمعنى أنه لم يتم حجب خط الرؤية عن حارس المرمى الذي يصله مع الكرة في لحظة تسديدها. فكان قرار الحكم المساعد صحيحا باحتساب الهدف لعدم وجود حالة تسلل، رغم وجود 3 لاعبين في موقف تسلل لكنهم لم يتدخلوا مع حارس المرمى.